سلام البنات، واش راكم؟ واش احوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا باللي دخلوا معنا جدد. شكرا للوفيات معايا اللي راهم يطلعوا لي في القناه. شكرا، ربي يجازيكم كل الخير. اليوم جيت راح نحكي لكم على اول مشروع ليا بديته، هو الكروكي. وهنا رايحه نخدم معاكم طلبيه نتاع كروكي. نتمنى يعجبكم الفيديو حبيباتي. والله يا البنات، الكروكي من أنجح المشاريع، لأنهم كامل الناس يحبوا الجاطو الساك، يعني هذه أكيد رانا كامل متوافقين فيها. شوفوا حبيباتي، هنا في الوصفة نتاعي واش درت. عندي الزاز تاع التشينة، الزاز تاع القرص أو تشينة. عندي 3 حبات بيض كاملين وواحدة بياض والصفار. شوفوا يا البنات، خليته على جهة باش نطلي به من الفوق. شوفوا حبيباتي، نديروا قرصة نتاعنا تاع الملح أكيد، ونبداو نخلطوا. هنايا درت البنات شويه قهوه باش تروح لي ريحه كيما نقولوا البيض. تحبوا ديروا الحليب. شوفوا حبيباتي، تخلطوا مليح 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 بهذه الطريقه. اللي عندها الباتور تخدم، اللي ما عندهاش الباتور كيما نقولوا تخدم كيما نقولوا بايدها كيما راني انا ندير. شوفوا هاد الوصفات راهم ساهلين، ما يدوش الوقت في وقفه انت تخدميها. هذا الطلبيه نتاع جارتي ربي يحفظها، اكيد راها معانا تسمع فينا. نقولها بالصحه والعافيه حبيبتي، نتمنى تكون عجباتك. شوفوا يا البنات، ومن بعد ما تخلطوا مليح 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 حتى شويه يندمج البيض، رايحين نديروا كاس سكر. شوفوا رايحين نديرهم على 3 دفعات. شوفوا رايحين نديروا السكر على 3 دفعات. لازم يا البنات كي يعود مكانش الباتور، لازم تديروا السكر والزيت على 3 دفعات باش يجي الكاطو نتاعكم خفيف، ويجي كيما نقولوا يا البنات ما يجيش يابس، لانه الباتور راه يعاون راكم عارفين. وهنا اللي تخدم باليد والله بيد ذرح برك ما حبيتش شوفوا حبيباتي، بعد ما تخلطوا مليح 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 حتى الخليط نتاعكم يبيض مليح مليح، نروحوا نزيدوا السكر نتاعنا ثاني البنات على تدريجيا باش يعاونكم في التخلاط. البنات ربي يجازيكم، كثروا لي الدعم، كثروا لي اللايك، كثروا لي التعليقات باش تطلع القناه. ربي يجازيكم، راني محتاجتكم كيما نقولوا، محتاجه الدعم نتاعكم. ربي يجازيكم حبيباتي. نتمنى كل وحده راها تسمع فيا تدعم المحتوى نتاعي اكيد اذا عجبها ان شاء الله يا البنات. وانتم ثاني ربي يجازيكم كل خير. هنا يا البنات رايحين نديروا الفارينه. شوفوا راح نديروا العطر، عطر كيما نقولوا لافاني. هنا سائله، كاين اللي يديرها بودر، كاين اللي يديرها سائله. شوفوا حبيباتي، وتخلطوا تخلطوا تخلطوا مليح 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 مليح. شوفوا البنات، هنا بعد ما بيض لي الخليط رايحه نحكي لكم يا البنات على السعر، ورايحه نحكي لكم على اول تجربه ليا خدمتها. هي اولا حلوه الكروكي. شوفوا يا البنات، هنايا دات لي قريب 5 كيسان. يعني انا هنا الفرينه ما نحبش نمدها لكم بالضبط، باش كيما نقولوا وحده كيما نقولوا ما تيبسلهاش. وثانيا البنات، هنا السر نتاعو انكم تخلوه يتلاصق. وهنا نحتاجو زوج بيضات، زوج بيض خماره وزن 10 غرام. انا البنات نستعمل فيه نواره خير من ورده ذهبيه. راح نستعمل الايد نتاعي ونبدا نخلط مليح مليح حتى نتحصل على عجينه طريه. شوفوا حبيباتي، هنا راني ندير في الفرينه تدريجيا. هنا راني درت 2 كيسان، الكاس الثالث، درت الكاس الرابع والكاس الخامس، يعني راني كامل درتهم. شوفوا يا البنات هنا حتى شوفوا تتحصلوا على عجينه كيما هاك طريه وتتلاصق في الايد. نعم حبيبتي، تتلاصق في الايد. شوفوا يا البنات، نعاونوا رواحنا هنايا بالزيت باش نديروها في البلان تاعنا، ونديروا 2 حرابش. شوفوا الاول راني خدمته معكم، والثاني ديروهم يا البنات، وتعاونوا رواحكم بايدكم وديروا كيما نقولوا على شكل مستطيل. هنا راه البنات مفهومه. شوفوا يا البنات الطياب نتاعو هنايا راه سهل. يعني وانتي تخلطي افتحي الكوشه نتاعك، ديريه في الرف الثالث يعني ما قبل الاخير، ونقصي عليه شويه النار، يعني خليه يطيب لك على 150 درجه. شوفوا يا البنات، لانها الكوشه اصلا راكم شعلتوها وتكون هي سخونه،
ديروا بعين الاعتبار الحلويات، لانه السر نتاعها ثاني راه في الطياب. يعني الوصفه ممكن تكون ناجحه بصح كي ما تعرفيش تطيبيه ما ينجحلكش الكاطو نتاعك. اكيد راكم فهمتوني. شوفوا البنات، هنا نروحوا نديروا لها الصفار هذاك اللي خلطناه مليح مليح، ونديروا الفرشيطه، نخدموا بالفرشيطه نتاعنا. اكيد البنات الشكل اللي تدوروا عليه. شوفوا البنات هنا ما تكثروش القهوه باش ما يجرى لكمش الخليط. هنا راني شويه جريته. البنات كما قلت لكم الطياب نتاعو راه ساهل، ما يديش الوقت وما يعني ما يديلكمش الوقت ياسر ياسر. رايحه نحكي لكم على التجربه نتاعي حبيباتي. اول تجربه نتاعي كانت جارتنا كانت عندها واجبه، قالت لي اخدمي لي الكاطو. خدمت لها، جابت لي هي اللوازم، خدمت لها كونتيتي كبيره، كانت رايحه للعمره. ومن بعد يا البنات هذاك الوقت عطاتني 100,000. هذيك 100,000 يا البنات حسيتها باللي مبلغ ذاك الوقت ما شاء الله. 100,000 مبلغ كبير. ربي يجازيها جارتنا هذيك زليخه، نقولها ربي يجازيك ان شاء الله، كنتي اول وحده تدعمي فيا. شوفوا يا البنات، ومن بعد رحت هدرت لي مع مولا الكوشه اللي مسمينا، قالت له راها تخدم الكاطو وتخدم ياسر حوايج، واش رايك تعود تجيب لك. من ثم يا البنات بديت نخدم في الكروكي وبديت نخدم في الطابع. ذاك الوقت كنت نبيع له فيها ب15 مية الحبه تاع الطابع وب15 مية الحبه نتاع الكروكي. والله يا البنات مشروع لاباس به ناجح. ومن بعد يا البنات كي بديت نتطور وبديت نتعرف في المنطقه نتاعي، بدلت وزعما ودرت معها انواع واحده اخرى، وبطلت من هذاك السيد. يعني ما كملتش نخدم معاه. كان الاب هو اللي يدي لي، ربي يجازيه ربي يحفظه ان شاء الله. هو كان الدعم نتاعي. كما نقولوا يا البنات كان يدي لي ويجيب لي، هو يجيب لي دراهم. والله يا البنات كان كما نقولوا تدخل لي مصروف وتدخل لي. انا البنات هو طاب طيبته من تحت وطيبته من الفوق، وشوفوا الشكل نتاعو النهائي جا ما شاء الله، وجا منفوخ يا البنات. السعر نتاعو حسبته للسيده ب3000، لانه يا البنات راه ماهوش كبير، يعني راه الحبه متوسطه ماهيش كبيره. شوفوا يا البنات ثاني الكروكي راه ما عاد يديروه في الاعراس. يعني راه من الحلويات اللي مطلوبه بقوه بقوه، ومش شرط للعراس. كاين اللي تطلبوا عليك في الفطور تاع الصباح، كاين اللي عندها واجبه، كاين اللي مريضه ما تقدرش. يعني حبيبتي اذا كنتي حابه تبداي المشروع تاع الكروكي راه ما فيهش مصروف كبير، تقدري تبداي به، تقدري تبداي قم مصروفك تاع الدار. والله يا البنات سورتو لا صورتو مليح وعطيتو له حقه في التصوير، اكيد اكيد يا البنات رايحين كامل يجوا يخدموا عندكم. وراه محبوب، يعني محبوب كاطو، محبوب بواحد الطريقه مش نورمال. هنا يا البنات وهو شويه دافي، كما نقولوا قسموه باش ما يتكسر لكمش من بعد. شوفوا حبيباتي كيفاه جات الحبه ما شاء الله، كبيره بومبي ما شاء الله. كاين يا البنات تاع المحلات يقول لك حمريه لي منا ومنا، انا ما حمرتوش للسيده، عجبها ما شاء الله. كما نقولها بصحتك حبيبتي. المهم يا البنات قلت لكم مشروع الكروكي راه ما فيهش منافسه. كي تعودي راح تبيعيه للسيد بيعيه له ب2500 وهو يعاودو. ماذا بيك اخدمي مع المقاهي، اخدمي مع الكوشات الكبار اللي يخدموا الخبز. فهمتوا حبيباتي؟ كما نقولوا ان شاء الله نكون عطيتكم اهم النصائح وباش تبداو في هذا المشروع. واللي تحب تخدم مباشر، يعني اللي حابه تربح تخدم مباشر، يعني منها هي للزبون باش تدي الفايده نتاعها كامله متكمله. ان شاء الله حبيباتي يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم النصائح، ما تنسونيش بالدعم واللايك، والى اللقاء حبيباتي.